تعالوا نشوف حلاوه المولد بتاعت كويدر. كويدر عامل ايه؟ عامل علبه لذيذه كده منها 80 جنيه. تعالوا بقى نشوف ايه الراجل ده مدينا ايه بال 80 جنيه. بص النقوش، بص فرزه وبتاع. الراجل ده صارف ومكلف يا جماعه في العلبه والله، حاجه اخر الاجه. اوبا هنا ساسكت قليلا. مدينا واحده حمصيه واثنين سودانيه وواحده سمسميه مبقلظه وواحده حمصيه تاني، بسم الله ما شاء الله، واحده نوجه بالسوداني. يا زمن نوجه بالسوداني. ده انت اتنين من الحمصيه اللي ما بناكلهاش، واحده من السمسميه اللي ما بناكلهاش مع الحمصيه، ملبن فراوله وملبن ساده عادي. عمل لنا ايه بقى؟ كام يعني؟ ده كل ده بال 80 جنيه بسم الله ما شاء الله. الراجل ده بيخسر ولا ايه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 قطعه، 11 قطعه ب 80 جنيه. طيب خلينا بقى نجرب اهم 3 عناصر في المولد بعد الملبن الحبل طبعا عشان بحبه برضه، بس هو طبعا مفيش في السعر ده، تلاقيه هو لوحده بثمن العلبه. تعالوا نجرب ال3 اطعمه دول ونشوف طعمهم عامل ازاي. بتبتدي بالفوليه، وما ادراك ما الفوليه. زي ما تقول الفوليه متحمصه زياده قبل ما يعملوا فيها الحاجات دي، بس طعم الفول السوداني باين فيها قوي. سكر قليل ومش ناشفه قوي، متوسطه كده. الحمص المفرول ده لذيذ قوي. برضه طعم الحمص باين. هو كويدر مش بيدلق سكر كده يعني، فالموضوع بيبقى جميل، بيبقى طعم الحاجه باين يعني. اللي يحب طعم الحاجه اصلا بقى هيتبسط اكتر. يحب طعم السكر يعني يجيب سكر من بعيد كده. بص بقى على السمسميه. السمسميه اللي بيحبها هو السمسم في اخر كيس الفينو ده، عارفينه؟ نفس المبدأ، سمسم طعمه واضح، متحمض زياده سنه، والسكر على الرايق، هي دي كده. طيب خيار جامد جدا للناس اللي عاوزه حاجه يكون طعم السكر فيها هادي شويه. شكرا كويدر على الاختراع الجميل ده. سيبكم انتوا بقى تجربوا الحاجات دي، وعشاق كويدر برضو ايه بقى في الكومنتات ايه قولنا ايه اكتر حاجه بتحبوها عند كويدر غير ايس كريم، عشان عارف الموضوع ده يبقى فيه خناقه. لا استنى مش هقفل، ثانيه واحده. نوجع كويدر ده بطعم زمان والله، كنا حاطينها كنوع من انواع الطبطبه بعد الحاجات اللي احنا قعدنا نعملها دي. شكرا كويدر على الاختيار الجميل ده. عشان لو حد عاوز ياكل من كويدر يقدر يجيب دي ب 80 جنيه. سلام عليكم.